تربية الأقفاص أكثر إنتاجية من التربية الأرضية. نقدر يبدأ بالتربية الأرضية، جوج إناث وذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنو نقدروا نعطيو للأرنب كوجبة ولا كعلف؟ واش نقدروا نعطيوه الربيع خضار، الفصة خضراء، الشعير، الخبز، ولا شنو نعطيوه بالضبط؟ هذا هو السؤال اللي كيطرحوه بزاف ديال الناس في لي كومونتير ولا التعليقات. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نجاوبوا عليه. دابا عطيت القنية، عطيتها العلف، انا عطيتها قبيله شويه سالات تاكل. كاين اللي يعني سالات الوجبه ديالها، كاين اللي يعني كل مره كياكلوا شويه وكيرجعوا يشربوا، كياكلوا شويه وكيرجعوا يشربوا. هادي هي الخلفه كما كتشوفوا. بالنسبه للعلف يعني باش الارانب كيبقاو بصحه مزيانه، القنيه كدير الحليب الصغار ديالها يعني بلا مشاكل وهي كتبقى في صحه مزيانه. من الأحسن أنكم تخدموا بالعلف المركب. العلف المركب يعني أي نوع ديال العلف المركب اللي كيتواجد في المنطقة ديالكم، وتستخدموه كوجبة وحدة في 24 ساعة، إما في الصباح ولا في الليل. هذه بالنسبة للشتا، يعني الحال بارد، سوا خدمتي في الصباح سوا خدمتي في الليل، اختار توقيت واللي تعطي فيه القنية ديالك. الوجبة راه كتختلف على حساب الوزن ديال الأرنب، شحال كياكل. مثلا الا كان مثلا بين 3.5 والفوق راه كتعطيه 150 غرام والفوق. كان فايت يعني 4 كيلو راه كتقدر توصل معاه حتى 200 غرام. المهم، والقنية اللي ضارة راه ماشي بحال القنية اللي والدة، يعني كل الوزن ديال العلف على حساب الوضعية اللي عندك. والقنية اللي مملقحة ما والو كتعطيها غير 150 غرام، عاوتاني كيبقى على حساب الوزن ديالها. يعني هادشي كامل غادي نطرقوا ليه، يعني هذا ماشي هو الموضوع. الموضوع ديالنا شنو غادي نعطيو بعد القنية. كاين اللي كيقول لك واش نعطي الفصة، نعطي الخبز، كرم، نعطي الشعير. يعني بزاف، يعني هادشي دزت منه انا بزاف ديال الناس كيبغيو يقتصدوا، ولكن المشكلة فين؟ المشكلة انك كتقتصد واحد شهر ولا شهرين، تقدر تصبر مع القنية حتى لشهرين، ولكن من بعد نديرو اقتصدتي واحد 1000 درهم. تنربي مثلا قنية غالية بحال هاد السلالات مثلا ديال البافيون ولا البافيون العملاق، مربيهم غاليين مثلا، وبديتي كتعطيهم في التخليطة ديال الشعير وهذا، هي ما غتوفرش بزاف. نديرو وفرتي 1000 درهم، ولكن بعد شهر ولا شهرين ماتو لك شي 4 قنيات، ولا ماتو 5، ولا ماتو كاملين، جاهم تسمم معاهم مثلا وماتو كاملين، يعني تكون خسارة. خسرتي هداك العلف وخسرتي حتى الأرانب ديالك، وهذا هو الإشكال. يعني كنبغيو نقتصدو بحال مثلا التربية الأرضية، كنقتصدو تقول ما نشريش قفوزة كذا، غادي نقتصد غير على التربية الأرضية. بعد ما يولدو غادي نشري أقفاص. يعني تقدر تبدا بحال هكا، ولكن بعد يعني ما يكبروا القنية ويوليو عندهم 3 شهور وهذا كيبداو يبانو المشاكل، شي كيجري على شي كيضرب على شي. قنية تلقاها مضروبة من النفا، ولا الذكورة مثلا كيخصيو بعضياتهم، يعني كيكونوا مشاكل. يعني من الأحسن الإنسان يخدم باحترافية. باغي يدير هذا كمشروع، ماشي كنقولو كهواية، ولا باغي غير يديرو يعني ياكل منه ويذبح منه. ولكن الا كنتي باغي ديرو كمشروع راه خاصك تاخدو كمشروع. مشروع يعني تاخد بالأسباب ديال النجاح. الأسباب ديال النجاح راه علف، خاص يكون علف مركب، وجبة وحدة كما قلت في الليل ولا في الصباح. في الصيف راه كتدير كتعطيهم العلف في الحال بارد يعني في الليل. وعلاش خاصك تعطي العلف في الليل؟ يعني كنعرفوا قنية كيجي الاحتباس الحراري، يعني ماشي بحالنا حنا عندنا مسامات في الجسم ديالنا كيخرج منهم العراق وكنبردوا الجسم ديالنا. القنية كي عندها حد الزغب، يعني بطانة ما فيهاش المسام، يعني فيها الاحتباس الحراري، وزايد عليها هاد الزغب هذا. يعني كتكون عند الحرارة
مرتفعة في الجسم ديالها، وملي غتبدا تاكل في العلف غادي تزيد الحرارة ديالها. يعني الا كلت هاد العلف في الحال البارد راه مزيان، الا كلتو في الحال سخون تصور مثلا هي درجة الحرارة ديالها طالعة وكتاكل مع داك الهضم كتزاد درجة الحرارة ديالها، هنا صافي غادي تصاب بالإجهاد الحراري وغتموت. أنا كنحاول ماشي غير نقول لكم معلومة، ولكن كنحاول نوصل لكم المعلومة علاش. أنا ديما كنبغي نسول علاش، يعني نتوما راه كنبغي نوصل لكم علاش خاصنا نعطيو العلف مرة واحدة، وعلاش خاصنا نعطيو العلف في الحال البارد مرة واحدة، راه باش هداك العلف ما يبقاش متخمر في الجسم ديالها. كلت مثلا واحد الوجبة في الليل، في الصباح تقدر تعطيها التبن، يعني فيه الالياف كيساعد على الهضم هذا، وغادي ما يبقاش هاد العلف متخمر. يعني بعد 24 ساعة ملي غادي تعاود تعطيه العلف في الليل، هاد العلف ديال دابا غادي يكون صافي، يعني مشى على شكل فضلات، ما بقاش في الجسم، صافي القنية كتكون هضمت، كترجع تاكل الوجبة ديالها وكتاكل كتكون متوحشة اصلا، موحشة العلف. ماشي مثلا الا كان العلف عندها 24 ساعة على 24 صافي كبيتي لها العلف بحال ما كبيتيش، يعني ما مسوقاش ليه. العلف كيتخمر لها في الجسم ديالها، مكتبقاش عندها الشهية، كتولي كتموت، تسمم معوي، صافي كتموت. فشل مشروع تربية الأرانب. هذا هو اللي كاين، يعني كنوصل لكم المعلومات بطريقة يعني صحيحة وبالتجربة ديالي. يعني درت تربية أرضية وفشلت، يعني ملي كنقول لكم يعني التربية الأرضية ما خداماش، أنا فشلت فيها. تقدر تكون أنا يعني فاشل في التربية الأرضية، ولكن بنادم يجرب ويشوف. وأي واحد محترف في تربية الأرانب ويعني دوز التربية الأرضية، وأي واحد راه كيدوز التربية الأرضية تقريبا وكيقارنها بالتربية في الأقفاص، راه كيقول لك التربية في الأقفاص تنظيم، تكون مهني مثلا غير الولاد راك مهني منهم، كتمشي تنعس وتساد عليهم في بيت الولادة، ما غاديش يخرجوا مثلا هنا ويجيو عاد هادي تاكلهم. ولا مثلا كون كان هادي كانت ذكر وجا عندها جا عندو شي واحد من هاد الصغار وغي ياكلو، ما يكونش عندك افتراس. واخا تكون الام يعني فيها واحد الخصلة ديال الافتراس، يعني ماشي مشكل، كتحل عليها بعد 24 ساعة الرضاعة الحابسة، راه هضرنا عليها في الفيديوهات اللي فاتت. صافي كيكون التنظيم، الام يعني عارفة امتى تلقحت، كتقيد لها التاريخ، عارفة الاحتمالية ديال الولادة ديالها، كتوجد لها العش، كتعرف شحال كالت ديال العلف، واش كالت ولا ما كالتش، شحال كتاكل، يعني كلشي كيكون منظم. كانوا عندك مثلا غير 10 الارانب مطالقين في مطلوقين في الارض كياكلوا كيلو مثلا، نديرو حنا كياكلوا 100 غرام، كياكلوا كاملين كياكلوا كيلو. حطيتي ليهم كيلو في واحد القصرية ولا مقلة ولا هادي، واحد كبير غادي ياكل 150، واحد غياكل 50، واحد غياكل 100، واحد غياكل 200، غيصبح منفوخ. يعني ما غاديش تتحكم شحال غادي ياكل كل ارنب، واحد غيكون صغير واحد غيكون كبير. هنا لا، هنا كل واحد والوجبة ديالو، البلاصة ديالو، البلاصة فين كتولد، البلاصة فين كتريح، البلاصة فين كتعلف، البلاصة فين كتشرب، يعني كلشي كيكون منظم. ونحاولوا نستافدوا من الناس اللي فاتونا، ما نبداوش من الزيرو. يعني كنشوفوا واحد وصل لهاد المرحلة وخدام وكينتج، نحاولوا نبداو من هذيك المرحلة ونزيدوا عليها ونكونوا احسن منه. علاش لا؟ ما نبداوش مثلا الناس واصلة في التربية في الأقفاص وخدامة بهم وناجحة، وحنا لا نقولوا نشوفوا التربية الأرضية. خصوصا كنهضر دابا مع الناس اللي عندهم باش يعني يشريو الأقفاص وياخدوا سلالات مزيانة. اما اللي باغي يدير يعني يبدا بشويه بشويه، راه يقدر يبدا بالتربيه الارضيه، جوج اناث وذكر، يعني يحاول يدير شرابات في الحيط. مشاكل ديال التربيه الارضيه مثلا حطيتي واحد الغراف ولا اي حاجه حطيتها باش يشربوا فيها وكانت في الارض، غادي يبولوا فيها ويشربوا فيها في نفس الوقت. تقدر تخدم بهاد الشرابات تلصقهم في الحيط، تقدر تخدم بوكالات تعلقهم شويه،
لأنك تحاول تتفادى المشاكل ديال التربية الأرضية، تحاول تفرش ليهم التبن يبولوا فيه مثلا ويديروا فيه الفضلات ديالهم، تحيدوا ليهم بعد يومين ولا 3 أيام. ولكن يعني حاول راك تبغي دير كمشروع، يعني من القدام مشروع، يعني راك دوي على 10 الأمهات والفوق، يعني راه خاصك تحول التربية في الأقفاص. التربية في الأقفاص أكثر إنتاجية من التربية الأرضية. يعني هو ملي كندوي على مشروع راك انت باغي الإنتاجية، ما باغيش أنا كهواية ولا حقا. راه التربية الأرضية هي مزيانة في العدد القليل، أما ملي غيكثر عليك العدد ما غاديش تبقى متحكم يعني في المشروع ديالك. هذا هو اللي كاين. نتمنى المعلومة تكون وصلت. اي سؤال خليوه لي في لي كومونتير، تفاعلوا مع هذا الفيديو باش يوصل لاكبر عدد ديال الناس. داكشي اللي في راسي راه كدير نقولوا لكم، يعني ما كندرك عليكم والو، كلشي هو قدامكم. نوريكم الذكر. الذكر هو هذا، ذكر البافيون العملاق، مواصفات عالية، الدمعة، الخط كامل، الخط يعني من الرقبة حتى الذيل. تبارك الله ما شاء الله. هادو هما الإناث، كاين اللي يعني ضارة وكاين اللي والدين. وهادو راه ذكور، كاين منهم للبيع بحال هاد البافيون هذا. بحال هاد الذكر هذا تا هو بافيون. هذا هو المشروع المتواضع. يعني راه واخا تشوفوا هاد المعلومات وهذا راه حنا باقيين كنتعلموا، وديما كنسولو وكنصغروا روسنا باش يعني ديما نبقاو نتعلموا. الا قلتي راك وصلتي ل100% ديال التعلم وهذا غتكون متكبر وما غتزاد حتى في شي معلومة. ما ضروري بنادم يكون متواضع وقول ربي زدني علما. هادشي اللي كاين. نتمنى نكون يعني وصلت لكم المعلومة بطريقة صحيحة، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. والله يعاونكم.